تصوير وإنتاج عبد اللطيف المضياني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فعنوان هذه الكلمة المختصرة أردوغان والحركيون. وبادئ ذي بدء، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفق أردوغان للخير، وأن يجعله إمام هدى قائما بالتوحيد والسنة، وأن يحكم الشريعة ويعم بلاد تركيا بالتوحيد والسنة، إنه أرحم الراحمين. وأيضا إن الخروج على أي حاكم مسلم محرم، سواء كان أردوغان أو غيره، وإن الثورات لا تجوز لا على أردوغان ولا على غيره، فإن دين الله واحد لا يتناقض ولا يتباين، وهو منهج وصراط مستقيم. بعد هذا أتساءل أسئلة أوجهها إلى الحركيين وإلى من يحسن الظن بهم. لماذا لما قامت الثورة على أردوغان لم ترضوا بها وعارضتموها شد المعارضة، بينما كنتم تدعون قبل ذلك إلى الثورات المسماة بالربيع العربي على حكام الخليج وحكام المسلمين؟ لماذا لما انتهى الثورة على أردوغان بالفشل ولله الحمد فرحتم بذلك فرحا شديدا وجعلته علامة صدق عند أردوغان، وتباينت كلماتكم في التعبير عن ذلك؟ ولما فشلت المظاهرات في الدولة السعودية، دولة التوحيد والسنة، وفي دول الخليج وفي غيرها من الدول التي سلمت من هذه المظاهرات، لماذا لم نرى هذه الكلمات؟ بل سكتتم وتكاتمتم وعن الحق تجاهلتم، وكأنكم لم تروا وكأنكم لم تروا شيئا. لماذا لما قام أردوغان بسجن من يظنهم متسببين لهذا الانقلاب أيدتم ذلك وأشدتم به وجعلتوه علامة قوة وحنكة، بينما لما سجن ولاتنا في دولة التوحيد والسنة من هيج بل من فجر وأيد التفجير علانية وألف كتبا في ذلك أشدتم بهم وتعاطفتم معهم. خرج السناني الذي سجن سنين في السجن، ولما خرج بكلام قذر ووقح مع علمائنا، مع الإمام عبد العزيز بن باز والإمام محمد بن صالح العثيمين ومع بقية علمائنا، فضلا عن كلامه السيء في ولاتنا. ومع ذلك منكم من صرح تعاطفا معه، ومنكم من سكت ولم يتخذ موقفا سلبيا منه. لماذا إذا كان الأمر متعلقا بحكم أردوغان قمتم متفاعلين تفاعلا إيجابيا معه، بينما غيره لا تفعلون مثل ذلك؟ ثم لماذا فرحتم باعتقالات ومددتم أصابع اتهامات لفتح كل أو اسمه قريب من هذا الاسم باعتبار اختلاف الترجمة؟ لماذا أشدتم بالوقوف ضده وكنتم من قبل تمجدونه؟ كان سلمان العودة وعبد العزيز الفوزان وجماعة من الحركيين كعايض القرني يشيدون بفتح كل ويرفعون به ويذكرون جهوده العظيمة في فتح المدارس إلى آخره، حتى إن العودة قال إن الصوفية ليست صوفية شديدة، مع أن صوفية ضائعة، ودينه دين تقريبي مع الغرب، سأساح الدين ميعه ليخرج بدين يرضي الغرب والتوجه الأمريكي. ومع ذلك أشدتم به ورفعتموه وجعلتوه نموذجا يحتذى ويقتدى به. فلما قام أردوغان عليه أيدتم أردوغان ووضعتم يدكم في يده وصرتم تقولون إن جماعة فتح كل جماعة إرهابية إلى غير ذلك. بينما لما قامت دولتنا على المفسدين في بعض حلقات تحفيظ القرآن، وحلقات تحفيظ القرآن خير عظيم، لكن بعضهم يريد إفساد الحلقات، يدخل فيها باسم التعليم وبغير ذلك وهو يفسد. لما حجموا أمثال هذه الأمور وحجموا المفسدين في دعاتنا وسجنوا المفجرين إلى غير ذلك وسجنوا المؤيدين لهم، كانت وقفتكم تأييدا لأولئك المفسدين. وقلتم عن دولتنا إنها تحارب الدين، وإن الأمير الفلاني الذي منع كذا وكذا من الحلقات المفسدة إنه يحارب القرآن. ولم تقولوا هذا في أردوغان لما حارب جماعة فتح كل منهجه واحد، قبل مدحكم ووقت مدحكم وبعد ذلك لما قامت الثورة على أردوغان. فلماذا تناقضتم؟ هذه أسئلة أوجهها إلى المنصفين من الحركيين وإلى المتعاطفين معهم وإلى بقية الناس الذين يريدون معرفة الحقيقة
وليتذكروا قول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسأل الله أن يهدينا لما يحب ويرضى، وأن يحيينا جميع التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك. وجزاكم الله خيرا.